بكم مشاهدين اعزاء عشاق تفسير رؤى الاحلام. معكم سمالي تفسير الاحلام. صحيت من النوم وشفت حلم غريب، وصحيت من النوم مخضوض وقلقان منه. بتحس بوجع لكن وراه راحه، بتحس بخوف جواها فرحه كبيره مستخبيه. هي الولاده في المنام مش دايما معناها طفل بيتولد ولا حتى حمل بيكمل، لا، معناه ممكن يغير مجرى حياتك كلها. يعني تعالوا نكشف مع بعض الاسرار في الحلم ده ايه. بالنسبة للبنت العزباء، لو البنت عزباء شافت نفسها حامل وبتولد، أكيد هتصحى من النوم مستغربة إزاي وليه الحلم ده مش بشرة بيبي أو بشرة طفل، لأنها مش هتولد لأنها بنت. لكن هنا بتبقى رسالة من ربنا بعت لها، علامة أو رسالة يقول لها إنك أنت في كرب كبير، وجت بشرة ليكي بزوال الكرب وفك الهم عندك وانتهاء مشكلة في حياتك. الولادة هنا معناها خلاص قربتي توصلي للكرب اللي انت فيه وبداية فرج ليكي. بالنسبة للبنت المتزوجة لو شافت نفسها حامل وهي بتولد بسهولة، فده معناها بشرة حلوة قوي، لا تيسير في الرزق جاي لها أو خبر مفرح. ممكن يكون حمل وممكن يكون حاجة كانت مستنياها من زمان. لكن لو الولادة كانت صعبة ومؤلمة، فده تبقى رسالة انذار لها، معناها انها تمر بكرب صعب جدا، بس جاي لها برضو البشرة بانها ربنا هيزيل الكرب اللي عندها وزوال الهم اللي عندها. بالنسبة بقى للمطلقة أو الأرملة، الولادة للأرملة أو المطلقة دي أجمل بشرة بتشوفها، من أجمل البشر. ربنا بيبعت لها رسالة بيقول لها إن في بداية حياة جديدة، في تعويض عن أيامك اللي فاتت، وجايلك بابتسامة بطفل جميل، في بشرة حلوة أوي ليكي، وأبشري بالأيام المقبلة اللي جايلك الفترة الجاية، بتبقى بشارة لها. طيب بالنسبة للرجل، لو الراجل شاف نفسه بيساعد زوجته في الولادة، ده معناه ايه؟ ده معناه انه هيمد ايدها وهيساعدها في ازمة وهيكون سبب في نجاتها. يعني هو يعني هيكون سبب في النجاة لها. يعني لو شاف نفسه هو اللي بيولد، لو الراجل شاف نفسه بيولد، الراجل طبعا مبيبقاش حامل، بس لما يشوف نفسه انه بيولد ده معناه ايه؟ مش حلم، لا، ده كشف سر كبير جوه قلبه وجوه نفسه، وعبء تقيل خلاص جه وقته عشان يخرج ويتحرر منه. الرموز، الطفل لو كان شكله مخيف او مريض او ميت فده تحذير، لكن لو كان جميل بيضحك عيونه بتلمع فبتبقى بشارة برزق، حب او حلم قديم هيتحقق الفترة الجاية. الولادة في المنام مش بس لحظة خروج الطفل، لا، هي لحظة ولادة روح جديدة، حياة جديدة، طاقة جديدة. اكتب لي حلمك في الكومنت وانا هفك لك الرموز. يمكن يكون الحلم ده بداية حقيقية مش بس في المنام لكن في حياتك كمان. في انتظار، ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة.